ماشي حاضر. انت قعدت المكتب ولا الزنجر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة في مصر دايون بتنزل إصدار جديد ومن الفئة الشعبية، ولكن من أفضل وأريح الموتوسيكلات في الركوب والقعدة والاعتمادية والشغل والبهدلة والقوة والسرعة والإمكانيات. هتسمعها كاملة في الفيديو ده. تابع معايا الفيديو عشان تعرف التحفة اللي قدامك دي وكل شيء عنها. ورجعنا تاني مع دايون. شركة دايون متعودين منها على المفاجآت في الإصدارات والستايلات والإمكانيات العالية قوي، وتعرف إزاي تختار الستايل بتاعها في الفئة الشعبية والمتوسطة. لو خدت بالك إن الإصدار ده من فئة 3. شركة هوجن لما عملت الفئة 3 عملت منها 3 إصدارات، اللي هي هوجن 3 الحدادي أو القديم، عملت هوجن 3 الضبعة، عملت هوجن 3 الأرنبة أو الطيارة أو الحرباية. شركة دايون لما عملت الهوجن 3 أو عملت الإصدار رقم 3 عملت منه الحرباية والطيارة، واللي قدام حضرتك ديت دايون 203A. شوف بقى، تخيل لما شركة دايون تعمل لك إصدار 3 بالشكل والستايل والقوة والفخامة وبنفس الوقت إمكانيات وجودة وسرعة وموتور ADF. حاجة جميلة جدا. طب ده هيتميز عن غيره بإيه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كوباية الشاي بتاعتك أو القهوة وركز معايا كويس قوي 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 في المواصفات اللي هقولها. أول حاجة، المحرك دايون الأصلي ADF كامل. يعني إيه؟ يعني الموتور ده بستم واحد، اسطوانة واحدة، كبس عالي أو ضغط عالي، يعني بنزين 92 أفضل بنزين ليه للاحتراق. رقم 2، نظام التشغيل فيه مارش زائد منافلة. مارش لسهولة الاستخدام وسهولة الدوارة، منافلة لو حصل أي مشكلة في المارش كهربية أو ميكانيكية بيبقى المنافلة احتياطي للمارش. 3، نظام التبريد فيه تبريد هواء، الهواء المحيط بغرفة الاحتراق وراس السلندر ده العامل على تبريد المحرك. فتحة 1 بوجيه، فتحة 1 شكمان. نظام الحقن فيه كربراتير عادي مش انجكشن. تمام. عندنا 2 صباب على كتينة مش السياخ، يعني نعومة في الصوت وهدوء في التشغيل. تمام. بيحتوي على حدافتين. اول حاجة الحدافة الكرانك اللي فيها البي ال اللي فيه البستم اللي عامل على دورة التشغيل ودوران الموتور. رقم 2 حدافة الاتزان او البالانس تيب او حدافة التوازن اللي بتعمل على امتصاص الذبذبة والاهتزازات مع السرعات العالية. بتعمل على توازن صوت المحرك مع السرعات العالية، وفي نفس الوقت بتعمل على زيادة نسبة التزييت والتشحيم للكرنك. الموتوسيكل 5 سرعات، بيتميز برضو بسعته للزيت 1200 ملي، يعني لتر و200 ملي زيت. 2050 كده تقريبا كل شيء عن المحرك. عندي برضو نفس الموضوع، المحرك ده هتلاقي قطع غياره في اي مكان، لان نفس محرك الدايون 6 دايون 26 اصدارات كتير جدا بتتميز بالمحرك ده. فرامل امامي باكم وخلفي باكم ديسك، وده بيعمل على زيادة الامان وفي نفس الوقت سرعة الاستجابة. جنط امامي وخلفي مقاس 17، امامي 17 في 90 في 100، خلفي 17 في 70 في 130. 2 مساعد امامي، 1 مساعد خلفي، قوي متين مرن. نظام الكهرباء فيها السمبل البسيط العادي، يعني لو قلنا على اليمين
بقرة البنزين التزويد، ثم كتلة المارش والنور والبطال. الناحية التانية مقبض ثابت، ثم كلاكس وفوقه فلاشرات وفوق قلاب نور، وشكرا على كده. بعد كده معانا راكب فيها الانجن جارد مكان الاكسدام، آلة الجر 15 على 2 على 48. عندنا دواسات أمامية وخلفية مثبتة في المقصات ملهاش علاقة بالمحرك نهائي. إشارات أمامي وخلفي ليد، فانوس خلفي ليد، فانوس أمامي عادة، وطبعا يتحول. الموتوسيكل بيتميز بمقعد على مرحلتين درجتين وسندة للظهر. التانك 15 لتر بنزين. عندي عداد طبلون كامل ديجيتال موضح فيه كل بيانات الموتوسيكل، سرعة، RPM، غيارات، لمبات، إضاءة، عوامة بنزين، مستوى البنزين في التانك. فبيتميز بكل حاجة. وفي نفس الوقت التانك نفسه فيه حنفية بنزين 3 مستويات، تحت عادة، فوق احتياطي. احتياطي معاك 1.5 لتر بنزين. ده كده مفتاح الشلطة الخلفية. الأمامية مربوطة زي ما احنا عارفين. اسحبها لتحت. وفي نفس الوقت في نهاية الفيديو هسيب لك صوت المحرك. إمكانيات الموتوسيكل كويسة جدا جدا لأي حد، ودايما قلت من فئة 3 يعني هيتميز بإيه؟ بالحجم. يعني ارتفاع المقعد عن الأرض 85 سنتي، عرض الشلتة تقريبا 43 سنتي. يعني انت حضرتك قاعد على كرسي متحرك حرفيا. وزي ما شفت في اول الفيديو الحاج اللي كان قاعد على الكرسي والموتوسيكل، شفت استقامة الظهر مع وضع اليدين ووضع القدمين، وضع الجسم كامل متكامل فعلا ومريح. يعني اي حد هيركب الموتوسيكل ده سفر، مشي، شغل، الموتوسيكل متكامل، قطعة فنية ممتازة. وكمان عارفين جودة وخامة شركة دايو لا خلاف عليه. يبقى الموتوسيكل ده اعتمادي، اشتري. الحجم والكتلة والصوت والسرعة والكفاءة وكل شيء ممتاز. كل شيء فيه حرفيا ممتاز، وما تسألش حد. محتاج الموتوسيكل؟ هتكتب تحت في التعليقات، قريب جدا هنعرف السعر الرسمي ليه. اي سؤال او استفسار برضو تحت في التعليقات هجاوبك عليه ان شاء الله. كده تقريبا كل شيء عنه بالتفصيل. لسه هنطلع نركبه نشوف كل شيء عن السرعة والعزم والتسارع. والسلام عليكم.